Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اليوم سوف نتحدث عن الموضوع النداء وخصوصا عن استعمال أيها وما يتعلق بها. في اللغة العربية يستعمل حرف النداء يا لدعوة أو نداء شخص مثل يا زيد أو يا طالب. ومن أساليب النداء أن نقول يا أيها الذي استعد أبشر. يا حرف النداء مبني على سكون لا محل له من الإعراب. أيها منادى مبني على ضم في محل نصب. اسم شرح وموصول وقد يجيء بعد أيها الاسم الموصول أو الاسم شرح. مثال مع الاسم الموصول يا أيها الذي استعد أبشر، معناه يا من تهيأ لعمل فأفرح وتفاءل. ومثال مع الاسم شرح أيها المستعد apa tu ومثال مع اسم إشارة أيها المستعد الأبشر. وفي الإعراب نقول أي مناد مبني على الضمة في المحل النصب. ها حرف تنبيه مبني على سكون. ذا اسم إشارة مبني على سكون في محل رفع بدل أي. مستعد صفة اسم إشارة مرفوع بضمة ظاهرة. في لغة الفصحى معاصرة نستعمل أيها وأياتها كثيرا في الخطابة والخطب، مثل أيها الحفل الكريم، أيها الإخوة الموطئون، أيتها الطالعة الممتازة. ومن الأساليب الجميلة أيضا الترحيم أي حذف آخر الاسم منادى، فتقول يا فاطمة أو يا فاطم. الأولى تسمى لغة من ينتظر، الثانية لغة من لا ينتظر. في الأول نبقي الحروف كما هو، وفي الثانية نبنيه على الضمة. وقد قال الشاعر أفاتن مهلا بعد هذا تدلني، وإن كنت قد عزمت صرفي فأجلي. وفي نهاية العرض نؤكد أن أدوات النداء والصيغة في اللغة العربية وتفيد جمالا بيانيا وتأليفا نظميا للكلام، فاحرصوا على استعمالها بالشكل الصحيح في الخطابة والكتابة، وبذلك نكون قد أتمنى عرضنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.